معاك المشوار طويل؟ لا ابدا ولا حاجه. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيكم؟ صح احسن حضرتك. طيب اهلا 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 يا حبيبتي. اهلا ازيكم عاملين ايه؟ نسلم على الناس؟ والله ده نسلم على الناس. مساء الخير. مساء الخير، ازي الصحه؟ هاي عامله ايه؟ صباح الفل يا عمنا. لا ما تقلقش مفيش حاجه. الفل. ما تقلقش مفيش الفل حاجه يا استاذ. تمام. تمام الله يخليك. ايه الشنطه دي؟ حلوه عجباك؟ طب هات لي واحده من حاضر وانا نازل اجيب لك واحده فيها موبايل يلا روح يلا روح. فعلا ما عندك حاجه. انت مش فاضيلي. ده في حد نايم. عندك مواعيد مهمه. شفتي ميعادني استعجل انت عليا ليه؟ طب ما تخلينا مع بعض شويه يا عم نتكلم يا عم. ده انا جاي اسلم عليك كده برضو ده ضيفك. ده انا جاي هنا. هم قالوا لي تعالى. يا نهار ابيض. لا بص، هم قالوا لي تعالى سلم على الناس واقعد معاهم شويه عشان ايه؟ رمضان وكل سنه وانت طيب. فانا جاي اقول لك كل سنه وانت طيب. طب انت كده بتخوفني. طب وبعدين اعمل ايه؟ طب افرض ما. طب بص، انا بس كنت عايز اسلم عليك يا حبيبي. ربنا يا رب ربنا يعينكم والله. ازاي الصحه؟ هنعمل ايه؟ ربنا يشفيهم يا رب. ربنا يشفي الناس جميعا. ومعانا النهارده النجم الجميل جدا اللي كل الناس بتشوفه عضلات وجريء وبيضرب واكشن طول الوقت، بس هو قد ايه قلبه طيب ورقيق بجد وعنده احساس مرهف. محمد حضرتك كده عمال اشاور واتكلم عن صنم مع الثاني فالناس. لا معلش. احنا كويسين صح؟ احنا الاثنين. ممكن نطلع للدكتور؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا دكتور؟ محمد بيه. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل. تكس الكل. اتفضل. اتفضل. شكرا. شكرا. الله يخليك يا فندم. شكرا. اهلا وسهلا. ايه النور يا دكتور عارف. ازيك يا حبيبي؟ قريت الاسم ها؟ على طول. انا حفظت وانا جاي معاك في السكه. ده اسم حلو قوي في المستشفى. شكرا. هو ايه بس يقول لي عقل، انت متاكده الدكتور اسمه عقل؟ والله اسم يعني لذيذ جدا. ربنا يخليك. ربنا يديم علينا نعمه يا رب. زينه. ربنا يخليك يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. اهلا وسهلا. هو يعني اليافطه بس لوحدها تعالج الناس. الله يكرمك. ده من ذوق سعادتك بس. من ذوق سعادتك. والله يا دكتور. ربنا يخليك. الله يخليك يا فندم. احنا كنا تحت وما شاء الله قابلت نماذج يعني ما شاء يعني ربنا يشفيهم يعني. يا رب. عايزه اقول لك انه قلبه رقيق جدا يعني، وانا جايباه عشان يصور يقول لي انا بعيط وممكن انام بسمع. خلي بالك لا بقى. يعني احنا ربنا يعافينا يا رب، يعافي كل الناس يا رب. كل عارف يا محمد بيه، الناس كلها فاكرين ان الامراض النفسيه يعني حاجه صعبه قوي. هي مش صعبه ولا حاجه. الامراض النفسيه كلها زي اي مرض عضوي ممكن يصاب به الانسان وليه علاج وليه وبالشفاء، والحمد لله ما شاء الله. يا رب. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله. هيجيب نتائج ممتازه. بس لا يعني ربنا يشفي طبعا الناس. ده حكم ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيبتلي الناس وبيطلع. بس طبعا علاجها اقوى القران محمد بيه، شو انت قلت ايه؟ القران. ربنا عز وجل في ايده الشفاء، واذا مرضت فهو يشفيني. طبعا. كل شيء في الحياه في اساليب فيها اساليب بتجيب نتائج ممتازه. اتضح يا سيدي ان بالحب والحنان والاهتمام دي انسب وسائل للعلاج. طبعا. طبعا. النهارده الناس بتفتقد الحب. طيب بما اننا عايزين نهتم بمريض النهارده، اتفضلي يا فندم. هتجيب لي طبعا حد نصور معاه. انا سايبه الكرو كله تحت. جميل. هتجيب لي حد بس اتعرف عليه ونقعد اساله شويه اسئله، وبعدين نجيب الكاميرات نصور مع النجم عشان نتجه ونمشي. يعني انا ليكي لا انا خلي انت مصور عليا والله. لا قلبك ولا حاجه. لا هتجيب لنا مين يا دكتور؟ انا هجيب لك في مريض عندي، والحقيقه لا انا عايزه واحده ست. واحده؟ بلاش مريض. في ناديه. ناديه موجوده. ما تخافيش طيبين كلهم. بتقعد يلعب لك في الحاجات ده. طيب قوي مسكين يا عين ربنا يشفيه. يا منى داخلين ناديه. ايوه شكرا. حالتها ايه بقى يا ناديه دي يا دكتور؟ والله ناديه اتعرضت لظروف نفسيه. هي مريضه عندي بقى لها 5 شهور. واتعرضت لظروف نفسيه صعبه جدا جدا. ايوه يعني ايه؟ يعني
يعني انحرافات وبلاوي زرقاء وان الله حليم ستار. لا اله الا الله. من كتر الدربكه دي جالها هلوس، جالها حاله اكتئاب، دخلت في حاله اكتئاب شديده جدا جدا. لا حول. بس الحمد لله احنا ما زلنا اكيد جواها كويس قوي واتصرفت. طبعا فده خلاها بالظبط. برافو عليك. ده انت مأمور قوي يعني. الله يخليك. اليوم الله يخليك. شكرا الله يخليك يا هاني، بتشكر على ذوقك. التلفزيون ده انت اكتر من التلفزيون بكتير. مديا عندك اخوات؟ عندي اخ. عندك اخ؟ ربنا يخليك. ربنا يخليك. دكتور، وهي ناديه بقى لها نادي بقى لها 5 شهور. وانا هقول لك بصراحه هي استجابت للعلاج بطريقه مذهله والحمد لله. شوف عايزه تقولها ايه؟ ناديه، ايه رايك؟ انت مبسوطه هنا والعلاج كويس وتمام يعني الحمد لله؟ ايوه بتعدي. انت كنت بتشتغلي ايه قبل ما تيجي هنا ولا كنت ست بيت؟ لا ده انا كان عندي شغل. لا بس مش مهم، احنا عارفين انت كنت كويسه. انت مصمم ندخل حضرتك. ايه يا دكتور؟ يا رب. ايه يا دكتور؟ ازاي بتعين؟ ايه ده؟ سلام اتفضل. ده مريض. لا لا مستني ازاي مش سامع الناس الاول يا اخي. ايه ده؟ الشنطه دي فيها فيه. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. هوريك الفيل اللي في الشنطه ده لما ننزل تحت. ماشي. مريض ده شكله مريض. مش اتحرك في الاول. الحاج سلامه احد اعيان وتجار كبار في وكاله البلد. اكبر حاجه في فرق. اهلا بيك. على عيننا وعلى راسنا، بس انا كنت بصور حلقه يعني. على عيننا وعلى راسنا، بس بصور حلقه مع الناس. بص، هو احنا جايين هنا مع الانسه الوزيعه وحلقه خيريه يعني عن زياره المرضى، مش مرضى نفسيين، اي مرضى. احنا بيجي كل اسبوع ممثل يزورهم يطمن عليهم. مفيش مال. حاجه خيريه بس. مفيش مال. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك هي عايزه تلحق عشان الوقت اتاخر عليها ولازم ماشي. مشكلة حضرتك. اتفضل يا دكتور، عالي شوف. فالواد يعني بلاقيه اسمع المزيكا الساعه 12 بالليل، انزل بلاقيه لابس قميص اخته وقاعد يرقص شرقي انت وحاطط روج. واد مين؟ ايه؟ ابن حضرتك؟ لا نادي على الواد. الحاله اللي بنقول عليها هي حاله تحول. ده بالمية. اصبر بقى امال انت دكتور مش بكسب انا بفسرها لك بقى دلوقتي تفسير علمي. خليني افسر تفسير علمي. دي مرحله تحول من الذكوره الى الانوثه. فهمت؟ مرحله تحول. ربنا يشفيك. بس وبعدين دي عمليه بسيطه جدا جدا ما فيهاش اي هم. ده كده هنا تعالوا بقى. طب هي حالة نفسية كده ولا حالة جراحية ولا ايه؟ لا هي عمليه تحول، بس هو يعني بيترجمها حسب المعتقدات القديمه يقول لك جنيه نفسها ولا جنيه نفسها ولا اللهم اشفي. تعملوا ايه؟ 7 نجوم. هو ده حاضر. وجيب له الاكل بقى من الاجداع كده. مش هنوقف. تمام؟ حاضر. وفي كل شهر كل يوم وصار. امين. حاضر. ريما خش يا بابا. تعال. عاوز حاجة حضرتك؟ شكرا. اسمك ايه؟ كريم. كريم؟ ده ابنك؟ ابني لا حول ولا قوة الا بالله. لا بيبقوا على 12 بيت. على 12 بيت. تقيلة فده بنص المحلات دي. فنبدأ بالمحلات دي. عايز حمل يعمل لي مساج. تيجي بقى يعملوا مساج. قلت ايه يا استاذ محمد؟ نعم؟ يعملوا مساج. مين ده؟ اسمه يا حاج سلامه انا عاوزك بس تخليك فايق معايا. شوف انت بتكلم مين؟ بتكلم الاستاذ النجم الكبير محمد لطفي. قبل ما يتكلم هو انسان. يا حاج سلامه. الله. يعني الشنب ده ما يسالش فيه ده علامه في خلفيتك يعني. انا عايز الراجل ده اهو تيجي تصدقي يعني ايه يجي يسليك؟ يجي يقعد معايا. الحاج عادة احنا بنيجي هنا دايما يعني نزور. طيب عارف هو يقعد معايا تسليه. معلش. هو الراجل نفسي فيه. بيحبك الراجل بيحبك. يا استغفر الله العظيم.
بدون عم ايه الشنب اللي في وشك ده ما سابش اي علامه في خلفتك يا ده لا انت نص المحلات انا جايبه على 12 دي اللي ما سايبش اهو إليسي بصوت لا ده نقطة فيك يا أستاذ محمود كنت كده هقول دي يا أستاذ محمد اذا كان الراجل هتيجي في صديق يا بص احنا بنيجي هنا دايما زيارات مش طيب تعالى تيجي في صديق تعمل له مزاج ده وخارج المزاج ده كده والجديد ده انا جايبه على 12 بيت ده كل نقطة المحل انت 13 مش 12 انت مش اجابه تقريبا انت بتاخد كاس كده انت بتاخد كاس العمل الفني هو ابوك عامل انت بتاخد اديك يعني عيب حضرتك الكلام اللي انت بتقوله ده يعني انت عايز اهداف المكان عايز افهم انا اعرف ده دول حاجه احنا ما بنقبلش حاجه احنا جايين نعمل خدمه انسانيه للناس المرضى خلاص خدمه انسانيه اعملوا خدمه انسانيه انا صور مليانه عندي في الشارع او صور مليانه عنده في الشارع ربنا يخليهم لك ربنا يخليك تعالى اعمل مساج يا حمادي اهو بيحب تعمل له مساج اوف حضرتك سلام مش فاهمه ولا انا مقبلك تجيب الفنانين ويجوا يسلموا ايه مش اصله ايه بس طب فاهمه طيب انت عمال تقول لي طب طلع فلوسك ليه كده ما ينفعش كده انت ايه يا عم نبيك ايه يا حاج مفيش الكلام ده ما فيش الكلام ده ازاي مفيش الكلام ده زي ما بقول لك كده انت مش فاهم لا يا حاج احنا جايين زياره انسانيه عشان لا ما تحترم نفسك شويه احترم نفسك شويه بشنبك ده يا عم احترم نفسك شويه بشنبك ده بقول لك احنا جايين يا عم احنا من الراجل نزور مرضى وناس عيانين مش ابنك ده تروح بيه في داهيه انت وهو تعالى يا عم تهدي بقى ربنا ياخد ده مجنون يا عم ده عيان ده ولا معلش انت يا عم ايه ده انا مريض يا جدع انت يا جدع انت عيب محمد بيه معلش ايه ده بيه انا اسف يا جدع عيب اقول لك خد يا عم خدها انت اديها خدها اتبرع بيها اي حاجه لكن انت تهمنا يعني انت معاك كويس وانت تيجي تهمنا الدخيله والحيله اصبر بقى يا اخي حيله ايه يعني ولا بتاع ايه يا اقول لك ايه هو يفهم صبوبه حلوه جايه لك مصر عندنا ايه رايك؟ يا فندم اتفضل دي مستشفيتك وانت حر انت كمان انا بقول لسيادتك اتفضل يا دكتور انا بقول لسيادتك عقل ايه يا راجل ونوفى المين ده انت ما يا عم يا دكتور دي مستشفيتك انت مالك قال لي يا دكتور مش انا بشكركم واسف قوي احترم نفسك بقى حبيبتك الله طب اصبر احترم نفسك شويه احنا جايين نعمل حاجه لله ما تيجي تعمل ما جبت فلوس يا عم روح في داهيه انت قلنا احنا بنعتذر يا بيه نزل عليه عايز تاخد منهم انت للطباره خلاص بديك اهو سبوبه يا بيه عمو بقى سبوبه بوظت لي الحلقه عشان خاطري يا محمد انا مش هتمشي ينفع ما ينفعش انا جاي عندي حلقه يعني ما ينفعش تعالى بس هقول لك ما ينفعش انا دلوقتي ما انت بتعمل معايا حلقه دلوقتي الدنيا هتبوظ مش هعملها معاك يعني ايه ما ينفعش لازم الدكتور ده يبقى موجود والله العظيم هطلعك بره بقول لك ايه بص انت حر دي مستشفيتك وانت حر فيها بقول لك ايه محمد بيه دي سبوبه وجات لك انت ابن حلال اتفضل اتكل على الله دكتور ما تزعلش يا محمد رزق وجاي لك ما ترفضوش اقول لهم ايه دول انا مش عارفه رزق وجاي لك ما ترفضوش ده رزقك يلا فهمك الحلقه طب ما انا اعمل ايه؟ سجلها تحت في اي مساحه ما هو انا هسجله ازاي؟ المفروض اسجلها هنا ادي المذيع اتفضل يا دكتور روح انت مالك انت بتتخدم لا يا شكلك بتخدمني بقول لك انت من كتر معاملتك مع المجانين خد منه بقى ولا عقل ولا نوفل اصلا انت طلعت اتفضل يا حاج انت يا عم روح اطلع انا هطلع بره يا ست سجلي الحلقه ما ينفعش اسجل يا الحلقه راجل عنبر 6 مجانين انا كده طيب انا هقول لك حاجه دلوقتي ما ينفعش تحت هنا انا جايه اعمل فيك كمين هنا كمين ايه؟ ده كمين في مستشفى ما فيهاش مجانين
ودول كلهم ممثلين. والله وانت طلعتي بقى زيهم كمان، انت كمان. طب خلاص مثلوا مع بعض وانا هنزل. انا بجد بعمل يا ستي. كده، انت ليه مش مصدق؟ يا جماعه تعالوا يا جماعه. وانت بقى طول الوقت والوقت ايه؟ الايه؟ الوقت خالد يا رجماني. خالد يا رجماني. شنبه بصراحه يعني لما لقيت الشنبات دي كده